مفيش حاجة اسمها بديل. ليه؟ ليه؟ ليه مفيش حاجة اسمها بديل؟ في ناس كتيرة جدا متضايقة من كلمة بديل. طيب يا جماعة، أنا أنا ما بحبش أقول عن نفسي بلوجر، لأن أنا فعلا سكين كير وبرودكت انثوزياست. أنا بجرب منتجات من 2013 وبقول رأيي فيها من 2013، من قبل ما أصلا يبقى في حاجة اسمها بلوجر وسكين كير بلوجر والكلام ده. المهم، احنا واجهنا غلاء جامد جدا جدا، وبعد كده جاء موضوع المقاطعة. فانت لو مش مقاطعة علشان الميزانية، في ناس مقاطعة ethical عشان يعني زي ما انا مقاطعة كده، انا مش هرجع عن المقاطعة. طيب انا كنت بستخدم برودكت معين في active ingredient معينة بيعمل حاجة معينة، بعد المقاطعة هعمل ايه؟ هبطله؟ لا طبعا مش هبطله، هدور على بديل. واحنا يا جماعة على فكرة we're lucky to be here in Egypt. يعني مصر اصلا من البلاد اللي ممتازة في الفارماسيوتيكال اندستري وفي الكوزماتكس عامة. احنا بلد مبدعة جدا، فبتبقى في حاجات يعني مثلا انا كنت بستخدم شيء بقى مقاطعة دلوقتي، بدور على اقرب حاجة ليه، سواء في الانجريدينتس، سواء في الافكت بتاعه، سواء في التكستشر بتاعته. بس اهم حاجة ان انا الاقي منتج محترم، اقول لو انا بستخدم الشيء ده وبطلته، في ده زيه، في ده قريب منه. طبعا مش هجيب منتج ب 3000 او 4000 جنيه زي منتج مثلا ب 300 400 جنيه، بس ده قريب منه بيعمل نفس الافكت. فليه لا؟ هو انا طلعت وقلت ان هو لا، انا ما قلتش ان هو، انا قلت ده بديل ليه، ما فيهاش اي مشكله. فكرة الدوبس موجودة من سنين على اليوتيوب، ابتداها الناس الأجانب وناس في اليو اس ويوروب عامة، واحنا دلوقتي بقينا بندور على بديل. انت معلش لما بتروحي الصيدلية بتبقي عايزة دواء معين، بيقولك ده البديل بتاعه. ففكرة ان الحاجة دي untouchable وملهاش بديل، انا ما بحبش كده. اصل ليه يعني ملهاش بديل؟ معلش يعني هي مش قرآن، كل حاجة في الدنيا ليها بديل، مفيش حاجة اسمها كده. فيا جماعة سيبوا الناس تعمل اللي هي عايزاه يعني، وايه اللي ملهاش بديل؟